إذا كنت تسأل عني بخير أو لا، طبعا سأجيبك أنا بخير، وهذا ما يظهر علي ابتسامة وسعادة. نعم أنا كذلك، لكن ليس لأني أضحك والابتسامة تهيمن على ملامحي، بل لأني قمت بتحليل سعادتي وخدعت الحزن كما ينبغي. ففي هذه اللحظة بالذات أشعر بالسعادة بكوني مقبلة على اختبار قبول النفس بعد أن زارتني شخصيات قامت بفحص كياني بالشكل المطلوب. حسناً، ربما تتساءلون لماذا سعيدة وأنا لم أجتزه بعد؟ أقول لكم أني واثقة من نفسي أني سأنجح فيه. حسناً، من تمنى لي الإخفاق أقول له أني أخيراً اجتزت الفرد ونجحت بالعلامة الكاملة بدون أخطاء. هذه هي الحياة يا صديقتي. حسناً، آسف، ويا صديقي أيضاً. ليس كل ما تراه أنت خاطئ أراه أنا أيضاً خاطئ. يوجد أمور أنا أريد أن أفعلها لأنها تظهر لي صحيحة ومناسبة لي، وتوجد أمور تكون ساطعة على عقلك لكنها كظلام في عقلي، لأني أكون تائهة أحياناً كروحي عبرت وسلكت الغابات. نعم، هذه الحياة. أتعلم حتى أن وصل الأمر وسخرت مني. قمت بشتمي، أردت امتصاص طاقتي، شغفي، وأردت أن أتبعثر أحلامي. وماذا أيضاً؟ هل انتهيت من كل هذا؟ حسناً، شكراً. الآن يمكنني أن أضحك، أغسل أسناني، أنظف أذناي وأعود للنوم. اسمعني، لست مطالباً بأن تتكلم من وراء ظهري وتغدرني. كن جريئاً وشجاعاً في حياتك، ووجه سيفك أمام وجهي، وقل ما شئت حينها، فحينها ستعلو لغة الصمت أكثر من الكلام. ماذا ما بك؟ هل تشعر بالخجل عندما تشتمني مباشرة أمام وجهي؟ كم أنت مضحك حقاً. المفروض تخجل من نفسك عندما تتكلم في غيابي. لا بأس، هيا سأساعدك، سأردد معك ما كنت تقوله عنيا، فإني استمتع بهذا مثلما أنت تريح قلبك عندما تنعتني بتلك الصفات الدانية، فأريد أن أسمعها منك بشكل مباشر لعلي استمتع أيضاً. أكيد سأضحك على هذا. لا تقلق، لن يحدث بيننا شيء، لأني أنا من طلبة هذا. أنا قلت لك كيف ستكون ردة فعلي، ومن صباح يوم الغد سأقول لك أهلاً. هل أكلت جيداً؟ هل شربت؟ هل أديت واجبك الديني؟ جيد جداً. إذا حان الوقت لتحلي، والتحلية ستكون أكواب من التحفيز الذاتي أو قطع من العبارات الراقية التي تجعلك ترتقي يا ولدي. فهذا ليس مستوى أشخاص يودون أن يشحذوا معاني الدنيا ويودون خوض تجارب الجدية المتأرجحة بين الحيادية والاهتمام، وفي الحالتين لن تضر أحدا، وهذا ما نبحث عنه، أن لا نضر أحدا، بل نريد أن نفع الآخرين، أنفعك وتنفعني. لهذا من حقك أن تنقدني، ومن واجبي أن أنقدك، فأنا في نظر العالم وفي نظر نفسي أدعى بالناقدة. الناقدة التي تجدها تبتسم لك أن نقدتني بالإيجاب، وتجدني تعيسة من وضعك المزري. كيف تراني الآن؟ جميلة، قبيحة. فيايتها النفس، عينك نعمة من الله لكي ترى بها الجمال ليعجبك، وترى بها عيبا لتصلحه، وليس ترى جمالا لتحسده، وترى عيبا لتستمر في لذتك. أنا لست مزاجية، لكني متقلبة كالطقس. حسنا، ربما السؤال ما دام الطقس ينقلب فإن هذا الأمر يتعلق بالمزاج نوعا ما. نعم، لكن يوجد سبب يدفعك لتغضب بسرعة، لأنهم يدفعوني لأن أتغير بسرعة، فهذا تتعلق بصفة المزاجية. لكني عبرت كثيرا وأقول لستي مزاجية، لكن نفترض حتى لو كنت مزاجية، وحتى إن كنت آمل من بعض الأمور بسرعة كبيرة، فإن شعوري تجاه الحبيب لن يتغير أبدا. ها أنا ذا استلقيت أتأمل رسوماتي، وضعت سماعات في أذناي وسمعت كلام عدنان وهو يردد بشعور قربني، وفجأة وفي لحظة أخرى أصبح حلمي بعيدا، فضربني بسهامه وتركني تحت الأشجار أليم، فأسقاني بالقطرات، وفكرت في عودة سليم، لكنها مياه الوهم، فأبدأ لن يكون كريم. ما أقبح خيانة القلب عندما تتزامن مع واقع مجيد. رميت القلوب جانبا وحسمت المصير، فمشيت والقلب مختفي، فأصبحت أسير من طموح عالي، أصبح مشروعي صغير. الشعور والخيانة من حولي وكأني صرت لهما من العبيد، فالنوم هجرني وأكثرت من السهر. اشتقت للراحة لأني راقص فوق الجمر، وفي آخر المطاف قيدت وكتب على قيودي لا مفر، لكني رميته على الحائط وعاد أملي من جديد.